يدي كل واحد 100,000 ياخد هو 400 و500. اللي بياخد 30 مليون عشان يجيب بنتين يرقصوا اللبيب ويرقص معاهم. ها؟ ولما عملوه كلب ومشوه في الشارع انا اللي رفعت له قضيه ضد العيال من الجماهير. ولما طلعوه الطرب انا برضو اللي عملت كده. عمل ايه بقى؟ لا ما بيحضرش اجتماع رئيس النادي. ده انت بقيت بلطجي؟ اه انا بلطجي. تمام. وبعدين راح منزل بيان اللي هو ده. هوريكم بقى انه كذاب. اهو هذا الكذاب يوم 8 اغسطس 2023 ده صفحته. انا اعمل كده وبعدين اهو ده. ركز يا ابني اهو السابع اهو الثانيه اهي. هقراها لكم. المتآمر قال لك ايه؟ رئيس النادي بيقول لك ايه بقى؟ جماهير الزمالك العظيمه يا عم ابعد عنها بقى. ده انت قبل كده عملت كده للجماهير. ما تبعد عن امنا بقى. يا راجل انت ما رحتش النادي الاهلي وتعاقدت هناك. ده انت خارب الدنيا. هروب من باوك، هروب من سبورتنج لشبونه، هروب مش عارف من الفتح، هروب من في ايه؟ وعمالين ندفع مليار 100 بتاع ده مليون يورو مش عارف ايه. ده انت خارب البيت. تمام. بس بصراحه دورك الايام دي لما بتجيب بصراحه لحسين لبيب البيت مرات احمد خالد صالح ابن المحترم عشان ترقص. والبيت الثانيه العبيطه دي مين دي؟ انا خرا عشان جايبهم عشان يطبلوا له ويرقص 30 مليون. يا راجل ده انا جبت فيه في عبده مش هتاخد مليون. كاتب ايه بقى؟ انا جميع اتحاد لكم اليوم ليس فقط بصفتي قائد لفريق. عمرك ما كنت قائد. القائد ما بيهربش. القائد ما بقى له 6 اشهر بيعامل نفسه عيان. انت شرفت بحمل شهاده قياده القلعه البيضاء. يعني انت عايز تبقى زي الونش؟ عايز تبقى زي زيزو؟ يا ابني ده جماهير الاهلي بتفرح لما بتنزل البطوله بتاعتها. بيفرحوا قوي قوي. ويقعد يدور عليكم مش هيلعب النهارده. اتفضلوا يا سيدي. هتلاقي واحد من تربه داخل جدران النادي العظيم مده ربع قرن. عملت ايه في الربع قرن؟ ولا حاجه. انا دارسك وحافظك وعجنك. رئيس النادي السابق اللي هو انا بقى اللي هو المستشار غصب عنه وعن امه وعن اهله مرتضى منصور. ها؟ السابق ماليش اسم.